لما نيجي نطبقه على ارض الواقع، اغير الترجمه اللي جوه عن البيع، اشيل كلمه بيع او مبيعات واحط مكانها ايه. ممكن نشوف كده كذا مثال. لو انا النهارده حد في عالم صناعه المعلومات، تاني اللي هو عالم الكوتشنج والتريننج والاستشارات والتاليف وكل ما هو في الاخر المنتج بتاعك عباره عن معلومه انت بتبيعها. انا بحاول مع الفريق بتاعي كلمه بيع. حتى لما حد من حضراتكم بيشترك في اي برنامج، لما فريق المبيعات اللي هو باي ذا واي عندي في الشركه ما اسموش مبيعات، اسمهم بروجرام ادفايزر، اسمه استشاري برامج، بيتكلم معاك عشان يعرف انهي برنامج اللي يناسبك ويقول لك لا انا من اللي انا سمعته منك شايف انه البرنامج ده اللي يناسبك عن البرنامج ده. فلما بيحصل تعاقد مع اي حد من حضراتكم، لما بيجوا يعملوا تقرير عن البيعه ويسلموها لاداره الحسابات علشان تتولى المتابعه وهكذا، بيكتبوا opportunity enrollment. احنا جبنا new opportunity enrollment، او ساعدنا شخص انه يلتحق بفرصه انه يطور حياته في الجانب اللي اشترى مننا فيه ده، سواء كان تاني برنامج امباكت ماستري ولا بزنس ماستري ولا ويلث ماستري ولا ايا كان. فاحنا ساعدنا انسان انه يلتحق بفرصه انه يحسن جوده حياته في الناحيه دي اللي اشترى مننا فيها البرنامج. حد واخد باله يا جماعه من الفرق؟ فده لو انا في عالم صناعه المعلومات، كل حاجه انا ببيعها انا والفريق والشركه كلها بنشوفها انها انا بساعد انسان انه يلتحق بفرصه. يلتحق بفرصه. طيب تعال شوف، لو انا النهارده حد تاني زي مثلا عاصم امبارح لما اتكلم معانا، انا البيزنس بتاعي اللي بنسميه بي تو بي او بيزنس تو بيزنس، ممكن جدا اقول انا عملت بيع النهارده، وممكن اقول انا عملت بيزنس انيبلمنت. انا النهارده ساعدت شركه انها تلتحق بفرصه انها تمكن البيزنس بتاعها من انه يؤدي بشكل افضل. انا من جوايا قلبي شايفها كده، عقلي شايفها كده. انا شركه وراح بتبيع لشركه. طب انا هبيع لشركه ايه؟ انا عايز اساعد الشركه دي على حسب المنتج اللي انا ببيعه. انا بساعد الشركه دي انها تحسن ادائها، سواء كان انا خبير او مقدم خدمات له علاقه بخدمات ماليه او فنيه او اداريه او ايا كانت نوع الخدمات اللي انت بتقدمها بزنس تو بزنس. فكر فيها انه انا مش عملت بيعه، انا عملت بزنس انيبلمنت. الشركه الثانيه اللي انا بعت لها دي ساعدتهم ان هم يبقوا عندهم تمكين اكتر، يقدروا يعملوا نجاح شكله افضل، يستمتعوا بيه وهكذا. طب ده لو بي تو بي. طب بي تو سي، لو انا ببيع منتجات تاني، منتجات بيشتريها مستهلك نهائي، ممكن زي ما قلنا مثلا امبارح ضربنا المثال بتاع جيلات. فبدل ما اقول انا بعت مكنه حلاقه، لا انا ساعدت انسان انه يعمل لايف ابجريد، ساعدت انسان انه يعيش الحياه بكواليتي احلى. بدل ما يروح يحلق دقنه بموس يقطع وشه، لا انا ساعدته انه يحلق حلاقه ناعمه ومزاجه يبقى حلو كده، ويروح الشغل وهو يعني مبسوط. وبعدين لما البيع بقى بتاع الماركتنج اللي قلناه امبارح، يعني كمان هو والسيجنيفيكانت اذر كده يبقوا زبادي خلاط. فدي كلها حاجات تاني علشان تساعدنا على فكره انه الانر جيم بتاعنا، الدنيا من جوه الاول تبقى ظابطه معايا عند كل الناس اللي بتروح تفكر على كلمه بيع انها حاجه قليله الادب. انه البيع انا ابيع، يا نهار ابيض، انا اهلي كانوا يقطعوني. انا ابيع يا وديع، ده اهلي كانوا يقطعوني. الا الشرف، انا ابيع، انا دكتور، انا ابيع، ده انا دكتور يا ولادي التيت. طيب مفيش حاجه في الدنيا على فكره، اي حاجه احنا عايشينها النهارده ومستشعرين فيها نعمه، عمرها ما كانت هتحصل الا اذا في حد قرر انه يبيع خدمه او منتج لحد اخر. فكر في اي حاجه في حياتك. انا قاعد بسجل لكم النهارده وطالع معاكم لايف، وانا عندي في قدامي 60,000 حاجه، في لابتوب وشاشات واضاءه ومايكس وفيلم هندي قدامي، فيلم هندي، والبوينتر ده اللي بحرك بيه ومعرفش ايه وبتاع. لو كل الحاجات دي مفيش حد فكر انه يعمل هذه المنتجات او الخدمات ويفكر يبيعها لحد تاني محتاجها يشتريها، كنا وصلنا للي احنا فيه النهارده؟
كنا هنوصل للليفل ده من ان احنا بنستمتع بحياتنا وبنعمر الارض ونعمل وهكذا، تكييفات شغاله وناس بتبني، ديفلوبرز في ريل استيت في العقارات بيبنوا كومباوندز ويبنوا بيوت ويعملوا حاجات وبتاع. لو ما فيش حد فاهم ازاي يبيع بطريقه اوثنتيك، بطريقه صادقه، بطريقه محترمه، بفكره تفعيل التاجر الصدوق اللي هنتعلمها كمان شويه، كانت الحياه اختلفت. كان كل حد فينا راح في المكان اللي هو فيه النهارده، الحياه كانت تقف، الحياه تموت. فمتخيلين وليد اللي بيكلمكم دلوقتي عن البيع ده وبيحاول اللي هو يخليكم تغيروا الجيم الداخلي. انا قعدت سنين من عمري بكره كلمه بيع، ببقى شايفها شيء مهين، شيء فيه ذله، شيء فيه كاني انا رايح اشحت. شايفين النقله في الفكر؟